هاني البدايات كانت ازاي بالنسبه لك في الاعلام اصلا؟ بص انا من وانا صغير كنت امم. مذيع المدرسه اوكي. في السعوديه. امم. ولما جيت مصر في السعوديه كنت بدخل مسابقات القاء، اه. فكنت متعود اقف قدام بقى ناس وانا لسه في ابتدائي وكده. امم. فكانت يعني عارف الطريق اترسم من بدري في الحته دي. امم. وبعد كده لما جيت مصر بقى وفضلت مكمل في المسابقات بتاعه القاء الشعر والكلام ده. اه. وبعد القاء كده الشعر. مش اوكي. بكتب شعر، بقولت اوكي، شعرا. لا انا كنت هشوف الموضوع لو لا لا. كده. كنت اخليه كده شعر ولا يغني لا لنا لو انت اغنيه ولا معاك حاجه. شعر انت كاتبه بقى دي الهاني بقى. بعد كده دخلت كلية آداب قسم إعلام، امم. إذاعة وتلفزيون. وحبيت بقى القصة أكتر لما درستها، ما بقيتش طبعا. مجرد واحد بيحب يتكلم وكده، لا أنا دلوقتي بقيت دارس الموضوع. امم. حبيتها جدا. اشتغلت أول حاجة صحفي في موقع في الجول. اوكي. وبعد كده اشتغلت مذيع في إذاعة الشباب والرياضة، امم. ده أول شغل ثابت يعني ده إن أنا كان أشتغله. بدايه سنه كام؟ 2000 الثابت يعني 2009. اوكي. قبلها كانت في حاجة محاولات كده زي قناة الصحة والجمال وانا في الجامعة. امم. كان في برنامج اسمعونا على القناة التانية وانا في الجامعة. اوكي. بس الشغل بقى ثابت ان انا موظف. كان 2009. 9 بعد ما اتخرجت اوكي. على طول. اه. وبس. وبعد كده بقى الخطوات بقت تجيب بعض يعني، وان امم. انا بقيت اتعرف شوية. امم. فبقيت يجي لي اوفرز، وانا كانت بالنسبة لي قصة ان يجي لي اوفر دي كانت اول مرة. اه. حاجة عظيمة يعني. شعور جامد قوي. قوي، اللي هو اه. انت طول الوقت من اول ما بدأت حياتك بتدور. امم. و فدلوقتي الناس اللي حد بتدور عليك. عايزك دي كان ده احساس عظيم طبعا طبعا. يعني ربنا ينوله لكل يا رب الناس يا في رب اي يا رب. مجال. امم. لانه الواحد بيحس ساعتها انه رجلي ثبتت صح صح دلوقتي، صح. فاهمني كده يعني امم. م. تمام. كريم، هنتكلم على حتة دراسة الإعلام نفسه. هل لازم الإعلام يكون دارس أصلا، ولا من وجهة نظرك بتشوف إيه؟ لا طبعا اي شغل هنشتغله في حياتنا لازم نبقى دارسينه. حلو. بس انا مثلا من الناس اللي انا مش خريج اعلام ودايما أوكي. بقولها، يعني مش بتكسف، انا امم. الناس بتتكسف ان تقول كده ليه بس أنا. بتتكسف؟ ليه؟ لا عادي، في أصل ناس. الموضوع ليه علاقة. لا أنا قصدي على الناس اللي بتتكسف، أصل الموضوع ليه علاقة بالملكة والموهبة، بس في نفس الوقت لو دعمتها برافو بالدراسة عليك. 100%. فأنت ما كده انا كويس ليه بقى جدا. بقول كده؟ عشان اه. الناس ديت انه اه. لو انت ما كنتش خريج اعلام، امم. انت ممكن تشتغل على نفسك وتدرس اكتر وتعمل شغل اكتر وتشتغل في الاعلام. انا اه. عملت كده، انا كنت خريج كلية حقوق. امم. بس وانا في الكلية كنت بكتب صحافة. م. جميل. كنت بكتب في بعض المواقع فريلانس كده، وابعت اخبار وبتاع، حلو. وابعت مقالات. كنت غاوي كده كنت يعني. يعني لسه طفل صغير او شاب صغير، اه. وببعت مقالات كبيره والناس تقراها وتتفاعل معاها ومش عارف ايه. فبداوا يحسوا انه ايه الراجل ده شكله عنده ايه موهبه. امم. فوانا في الجامعه الناس في يلا كوره، ويلا كوره وقتها كان من اكبر المواقع في طبعا. مصر وما زال، يعني اه. هو موقع في الجول وكوره بلس. بس يلا كوره كان حاجه يعني حلم اي شاب بيشتغل صحافه صح وقتها يعني. صح. فلقيتهم بيبعتوا لي يقولوا لي ايه ابعت لنا. امم. ببعت يا دوبك اتخرجت من هنا. اول ما اتخرجت بعتوا لي اوفر. اه. ويلا كوره تبع شركه كبيره قوي في مصر. اوكي. فرحت انا لسه بقى متخرج ولسه يعني طبعا. شاب صغير لذيذ. امم. 5 انترفيوهات. لا والله. واحد ويغيبوا اسبوعين، بعدها بشهر، بعدها مش عارف ايه. انترفيوهات غريبه جدا ايه وما ده؟ كنتش فاهم اه. ساعتها اه. وشويه تفاصيل بقى يعني، عشان هي تطويله قوي في القصه ديت، امم. بس مش هحكيها لك كلها يعني. اه. بس هو 5 انترفيوهات. المهم ايه، في الاخر اتقبلت. اوكي. فدخلت يلا كوره في 2008. جميل. اول ما دخلت يلا كوره حسيت انه الناس مقدراني قوي، كريم بيكتب حلو وبيشتغل كويس. اه. وبعدين يلا كوره وقتها كان في 3 بيشتغلوا في الموقع الكبير قوي ده. كانوا مين؟ كان معايا كريم سعيد اه طبعا. ومحمد جبريل اوكي. وواحد تاني كان بيشتغل معايا شويه سوشيال ميديا، وبعد كده قدر احمد عزيز. امم. فاحنا ما فيش م. ناس يعني. المهم بدات ايه بقى اخش اديهم تصورات، احنا محتاجين نجيب مراسلين. فبعدين نجيب مراسلين، اه. محتاجين نجيب مصورين. فبعدين نجيب مصورين. قبل ده بقى كنت انا بعمل ايه، انا بغطي الاهلي وبغطي الزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد واتحاد كله. الكوره. امم. وانزل اصور وبمنتج بعمل كل حاجه. امم. كان اللي بيشتغل في يلا كوره كان بيعمل كل الحاجات اه دي. برافو والله. فتعلمت يعني، كويس. اتعلمت في الوقت ده. استفدت جامد. اه. امم. في سنه ابتديت احس ان انا ايه، في حته ناقصاني. انا شايف اللي حواليا اه. في حته عندهم في التعليم مختلفه عني. اه. فبدات ايه، لا انا مش عايز اعتمد على فكره ان انا ايه الواد الموهوب اهو الشاطر اللي يجي منه ده. دي ترجع بقى للعقليه اه دي اه. طبعا. بيني وبينك، دي يعني خطوه ممتازه، او ان انت تفكر كده دي لوحدها. يعني في ناس تقول لك خلاص انا جامد والناس عايزاني وبكتب صح. وبعمل، خلاص انا اكتفي بكده. بس ده مش فرحت صح يعني. فطول فرحت العمر هنفضل نتعلم، طبعا مهما وصلت طبعا لأي طبعا. ليفل هتبقى عايز صح تتعلم صح. اللي بعديه يعني. فرحت بعد كده خدت كورس في بي بي امم. سي في انجلترا. كانت امم. الشركه مساعدانا فيه يعني. كان قعد 3 اسابيع. كان عن كل حاجه بقى، عن الاذاعه وعن التلفزيون وعن الصحافه. جميل. واشتغلنا كمان في الويب سايت بتاع البي بي سي امم. وقتها.
وبعدها مفيش شهرين لما رجعنا ودونا دويتش فيلا في المانيا، اوكي. خدنا برضو كورس بس كان حوالي 10 ايام. رجعت هنا خدت كورس لغه عربيه في وكاله انباء الشرق الاوسط. المهم كل ده ايه قعدت اجمعه. وبعد كده ايه وقت انا ليه بحكي لك الكلام ده؟ عشان وقتها الناس اللي بتسمعنا يعني ما كانش في حاجه اسمها اونلاين بقى، كورسات اونلاين وبتاع. انت دلوقتي بتاعت في بيتكم هتعمل كل وأنت قاعد، حاجه. صح صح. احنا زمان كنا بنتبهدل شويه ولا بقولوا ده احنا مش من المفترض ان هو زمان قوي يعني اللي قبلينا كمان اتعذبوا اكتر. بس حاولت اتعلم طول الوقت، وطول الوقت بقى مع الشغل خدت الخبره يعني عشان يعني. تدعم الموهبة او الملكة اللي عندك او الحاجة اللي انت بتحبها. في 2010 انت كده هتحكي لي بقى بالمرة على البدايات بتاعتك، ها؟ ما هي دي أوكي. انا كنت بشتغل صحافه بس في 2010 في واحد شخص ما يعني مش عارف عمل كده ليه في نفسه، قرر يكلمني انا واحمد عز الدين وتامر بدوي. اوكي. وقال لي انا بعمل قناه اسمها زوم سبورت، تعالوا ايه هتعملوا برنامج معايا. فقلت له يلا يعني ماشي. طبعا انا مش مصدقه يعني انت. أوكي. انا ما كانش في اهدافي يعني، انت مثلا كان في اهدافك او اهداف هاني انه يطلع على الشاشه. اوكي. انا ما كانش في اهدافي، انا اهدافي انا صحفي بس اصلا خالص. ما كانش في دماغك حتة البرنامج والشغل والشاشة وكلام من ده؟ اقول لك بالمناسبه كمان لحد دلوقتي رجلي على الارض في الموضوع ده. يعني موضوع الشاشه دوت ما بيبهرنيش او والله. مش اللي انا ماسك فيه كده. اهم حاجه بالنسبه لي بقى شغل الصحافه. هو موضوع بعيد عن الابهار، فهو حب يعني. انا طبعا بشوفه كده. لا ما اقصدش، اقصد انه لم يغريني اضواء الكاميرات والكلام والاستوديوهات والكلام ده كله. انا ستيل يعني بحب الصحافه. فقلت له يلا. هو كريم حتى في شغله التلفزيوني بيعمل صحافه تلفزيونيه اكتر منها مجرد تلفزيون. ايوه. يعني هو دايما شغلك ما شاء الله قايم على طريقه ان ازاي الخبر يتحول الفكره فاهمني. فهو صحافه فعلا يعني. بس فطلعنا القناه قفلت بعدها ب6 شهور. كان الاول اتفق معانا في 2010 قامت الثوره، القناه قامت بعد الثوره ب4 شهور. القناه قعدت 6 شهور ما كانش حد بيتفرج على كوره خالص. فخيشنا كلنا. بعد كده حد تاني خد القناه تمام، حد فجابني انا وعز بس. فاشتغلنا شويه حوالي 7-8 شهور والقناه قفلت. ففضلت برضو. فده كان يوضح ايه؟ يوضح انه اكيد الناس دي مستحيل تنفع لا انا خلاص ولا احمد بقى عز الدنيا ولا مقفولة يعني. الدنيا دي يعني اكيد القناه ما قفلتش عشان صحابها هم اللي عندهم مشكله، اكيد اللي فيها هم اللي عندهم مشكله يعني. كان احنا وناس تانية كبار يعني كان وقتها يعني. بس فقفلت القناه لحد بقى 2016 لما رحت اون سبورت وهي بتفتح يعني. فابتدى بقى الموضوع معاك الدنيا من 2016 الحمد لله مفيش قناه قفلت اشتغلت. طب الحمد لله. ربنا يستر. خد بالك من الحاجات اللي لذيذه قوي ان انا واحمد عز عشان عز كان موجود في الجول وانا كنت موجود في يلا كوره، فكان دايما المقدمين البرامج الكبار يعني كانوا يجيبونا احنا الاثنين مع بعض ضيوف مع بعض. اوكي. تمام. فعاده احنا كنا البرنامج اللي بنروحه يا اما بيقفل بعدها بيوم يا اما بيقفل بعدها باسبوع. برضه بجد. هيبدا يقلق هو دلوقتي. لا انا بقول لك يا جماعه. خد بالك احنا بقى لنا 10 سنين شغالين اهو زي الفل. الحمد لله. لو كنا معكم في الحلقه الاخيره من كوره توكس. ما قلتليش ليه يا ابني قبل ما انت تحكي لنا يا عم الكلام ده. لا بس طبعا بيبقى في مواقف كتير وذكريات كتير في الحاجات دي. انت بدات ازاي انت يا امير؟ انا بدايتي اصلا انا خريج اعلام، اخبار اليوم. وكان الاساس قسم صحافه يعني. ده وانا بشوف ان ده دايما الاساس يعني. الصحافه هي اساس كل حاجه في الميديا يعني. بعد ما اتخرجت 2010. بعد ما اتخرجت قعدت تقريبا سنه ونص سنتين مع والدي في الشغل بتاعه. بتعلم الشغل وبتاعه كده وكنت كويس شغال يعني. بس انا دايما شايف في نفسي يعني، شايف ان انا عايز احقق ذاتي في حاجه. فخدت بنصيحه مدرس الجيولوجيا في ثانويه عامه. الراجل كان عندنا امتحان في درس، هو بيدينا درس فامتحان مفاجئ. وانا مش مذاكر اي حاجه اصلا. هنمتحن. فانا رحت ماسك الورقه مليتها يا هاني كلام ويعني وكلام تقريبا نفس المعنى بس مختلف. ماشي. فالراجل لاحظ بعد ما خلصنا هو قاعد يبص بيصحح بقى وبتاع. قال لي يا ابني انت لازم تدخل الاعلام. لازم تدخل كليه اعلام. قلت له ليه يعني اشمعنى وبتاع. انا كده كنت وانا صغير كنت بحب البرامج الرياضه والكلام ده واتفرج عليه، بحب الكوره جدا يعني. فقلت له قال لي انت كاتب كلام كله شبه بعض ومالي الموضوع بس يعني عرفت تملى فاهم يعني. انت شاطر جدا في الحته دي. قلت له ماشي يعني. فالمهم بعد ما قعدت سنتين مع والدي في الشغل بعد ما اتخرجت بسنه ونص او سنتين، فقررت اعمل حاجه. انا عضو عامل في النادي الاهلي. فرحت رايح خبطت على المركز الاعلامي ودخلت الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام في النادي الاهلي. قلت له انا راجل عضو في النادي الاهلي وانا نفسي اخد فرصه في قناه الاهلي.
فالراجل كده برافو والله. قلت له نفسي اخد فرصه. قال لي انت يعني ايه عايز مراسل معلق وبتاع؟ قلت والله اي حاجه يعني اي حاجه ما عنديش مشكله. قال لي طب ما خلينا نشوف مش عارف ايه. رحت له تاني طلبت منه بصراحه. الراجل قال لي بص انا كل اللي اقدر اعمله ان انا احاول اخليك تنزل تريننج في القناه كمراسل مثلا. قلت له ماشي توكلنا على الله.